ترتكب المحرمات. لديها صور مع خطيبها، وربما يخرج الى الحديقة وابوها ماسك بالرجل، ذهب الرأس، ذهبت البطن والحق، والراجل ماسك بالرجل. افكار عجيبة عند بعض الناس. كم تصلني من شكاوى من شباب يقول لي ادركني، قلت لما؟ قال انا اعيش وسواس قهري كركب علي حياتي وانا احاول معالجته. هل ابوك يعلم؟ قال لا. هل امك تعلم؟ قال لا. اعايشه لوحدي وانا في غم لا يعلم به الا الله. حتى قال لي احدهم لقد ارجعت حبل المشنقة من على رقبتي عدة مرات اريد ان انتحر. قلت له لما؟ قال تعبت من الحياة. تعبت في وسط المسلمين يا بني، تعبت في وسط المؤمنين يا بني، تتوجع في وسط عباد الرحمن، تتوجع في وسط المجتمع المسلم. الجواب نعم، يتوجع في وسط المجتمع المسلم. لم يجد من يسمع له، ولا من يحل مشاكله، ولا من يحل ألمه، ولا من يحل تعبه، فحصل منهم ما حصل عياذا بالله. أيها المسلمون، لتدركوا حجم المعاناة، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري: لا تقوم الساعة، اسمعوا الحديث، حتى يقل العلم ويكثر الجهل ويفشو الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء، حتى يكون ل50 امرأة قيم واحد. تخيل معي حجم المعاناة، خاصة في هذا العصر. وهناك مؤامرة الآن يريدون إبعاد الرجال من الوظائف العامة، فالمرأة تزاحم الرجال في الوظائف. قلت الأموال عند الرجال، كثرت عند النساء. المطالب على الرجال، الرجال لا يستطيعون. لجأت النساء إلى العلاقات غير شرعية، رجع الناس إلى العلاقات غير شرعية. انتشر الفساد بشكل منظم وتقني، عدته أيادي وخبراء مفسدة في العالم كله للأسف الشديد، وأنت جزء من هذه المؤامرة سواء شعرت أو لم تشعر. أين من يقفون أمام المسألة وحجمها؟ سيأتي يوم تكون أنت مسؤول عن 50 امرأة. من سيكون لهؤلاء النساء؟ كم عندنا الآن من عوانس؟ البنت في الجامعة في 30 من عمرها لم تتزوج بحجة إكمال الدراسات الجامعية. 30، وأنت لابد أن تفهم في 30. أنا أحدثك وأنت تعيش الواقع. التليفونات منتشرة اليوم عند كل بنت وفتاة، هواتفها بيدها، أنت لا تدري ما معها. مثلما أنت لك علاقة، ربما أن ابنتك لها علاقة وأنت لا تدري. بعض الشباب يخطب ويبقى 5 سنوات خاطب ورقمها عنده، وأبوها يعلم ويتواصل بها، وأمها تعلم، وهي مواصلات محرمة لأنها لا تحل له. خطبة فقط، خطبة يجوز له أن يراها في وقت الخطبة، أما أن يتواصل معها وغير ذلك فساد. وأبوها ماسك، ابنتك تزني، ابنتك ترتكب المحرمات وهو ماسك من أجل المهر. لديها صور مع خطيبها، وربما يخرج إلى الحديقة وأبوها ماسك بالرجل، ذهب الرأس، ذهبت البطن والحق، والراجل ماسك بالرجل. أفكار عجيبة عند بعض الناس، وأفكار منحرفة عند بعض الناس، وعادات وتقاليد سيئة جدا، والكل يعرف هذا الأمر. واقع مؤلم عند الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. بل الأم ربما هي التي تعطي رقم ابنتها لخطيبها. جاءتني مشكلة من يومين، الرجل خطب غير موجود، يريدها أن تأتي إلى بيته، زفوها بلا عقد ودخلت بيته بلا عقد، بحجة أن تنتبه لأولاده بعد موت أمهم، ويتواصل بها وتصور نفسها لا حلال له ولا شيء، حرام. أبوها يعلم، أمها تعلم، المجتمع يعلم. لما؟ قالت هو قريب لها. لا إله إلا الله، لا إله إلا